سنة 1955 كان في طيارة ركاب عادية طلعت في رحلة، وفجأة بعد 35 سنة كاملة بتظهر على رادار مطار تاني خالص في دولة تانية. ودي مش طيارة أشباح مات اللي فيها، دي طيارة عدت حاجز الزمن وجت برسالة من الماضي. دي حكاية الرحلة بان إم 914. أهلا بيكم. لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش الاشتراك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. قصتنا بتبدأ في 2 يوليو 1955. الرحلة كانت تبع شركة بان أمريكان اللي هي من أشهر شركات الطيران في التاريخ. الرحلة رقم 914 كانت رحلة عادية بطيارة دوجلاس دي طالعة من نيويورك ومتجهة إلى ميامي بفلوريدا. وبعد وقت قليل من الإقلاع والطيارة فوق المحيط الأطلسي اللي بالمناسبة قريبة من مثلث برمودا اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، الاتصال اتقطع بالراديو نهائي. عمليات البحث اللي عملتها القوات البحرية الأمريكية والساحلية كانت كبيرة جدا عشان تلاقي الطيارة دي، لكنها فشلت إنها تلاقي أي أثر للطيارة أو الحطام بتاعها. والطيارة تم إعلانها رسميا إنها مفقودة في المحيط ومحدش عرف إيه اللي حصل لها. أما الفصل التاني والمذهل من القصة بدأ في يوم هادي جدا في يونيو 1990، تحديدا في مطار فنزويلا الدولي. موظفين برج المراقبة في فنزويلا شافوا إشارة غريبة جدا على الرادار. كانت إشارة طيارة تجارية لكنها مجهولة الهوية تماما، ومفيش أي خطة طيران متسجلة ليها. وحقيقة العجيب أكتر إنها ما كانتش بتتكلم على الراديو أصلا. لما الطيارة دخلت المجال الجوي للمطار كل الموجودين حصل لهم زي صدمة كده. كانت الطيارة قديمة بموديل قديم، حتى محركات الطيارة قديمة وعليها شعار بان ام الباهت اللي محدش شافه من سنين. ده كأنها شبح طيارة بيطير. طبعا المشهد كان غريب جدا. وقتها المطار وبرج المراقبة أعلن حالة الطوارئ في المكان كله. بعد محاولات كتير نجحوا في إنهم يلقطوا إشارة ضعيفة جدا من جوه الطيارة. صوت مهزوز اتكلم، وكان صوت الطيار الكابتن خوان وهو بيتكلم بصوت مهزوز ومرعوب وعلى تردد راديو قديم جدا من الخمسينات. كابتن خوان قائد الطيارة سأل: إحنا فين؟ وإيه المكان ده؟ إحنا المفروض كنا رايحين ميامي. ولما طلب منه برج المراقبة التعريف بالطيارة فرد كابتن خوان: إحنا الرحلة بان إم 914 جايين من نيويورك في 2 يوليو 1955. وهنا كانت صدمة. طبعا برج المراقبة ما كانش مستوعب اللي بيتقاله. ازاي انت بتقول 1955 وما كانش فيه غير حل واحد؟ قالوا له احنا هنا دلوقتي في 1990. وطبعا دي كانت صدمة مفزعة جدا لكابتن خوان، لانه بدأ يزعق في الراديو وهو بيقول ازاي 1990 مستحيل، ايه اللي بيحصل هنا؟ ولما الطيارة بدأت تقرب برج المراقبة وجه الطيار للهبوط في مدرج جانبي. ولما الطيارة بدأت تقرب فعلا كان الطيار وأفراد الطاقم بيشوفوا من الشبابيك الطيارات الحديثة اللي ما كانتش موجودة في وقتهم 1955، وده اللي زود فزعهم أكتر. وفي لحظة سريعة قبل ما الطيارة تلمس الأرض بالكامل الطيار فتح الشباك ووقع منه كيس صغير بيقولوا إنه كان محفظة أو نوتة شخصية. وبعدها بشكل مفاجئ وسريع رفع الطيارة بأعلى سرعة لفوق تاني. الطيارة طلعت في الهوا كأنها هربت من مصيرها واختفت على الرادار بنفس السرعة اللي ظهرت بيها، والطيارة ما رجعتش تاني أبدا. الحقيقة إن اختفاء الطيارة للمرة التانية خلى اللغز كامل، لكن الدليل المادي الوحيد اللي فضل على الأرض كان الشيء اللي رماه الطيار خوان من الشباك. بيقولوا إن المحفظة أو النوتة كان فيها تقويم سنة 1955 وشوية عملات قديمة وورق شخصي للكابتن، وده أكد إن الطيارة ما مشيتش من الزمن ده أبدا. وقتها حكومة فنزويلا والسلطات الأمريكية للطيران اتدخلت بسرعة وتم سحب كل الأدلة بما فيها شريط تسجيل المكالمات اللاسلكية، وكل العمال والموظفين في المطار اتهددوا بالسرية التامة. القصة دي فيها شوية أسئلة الحقيقة بتقطم قوانين الفيزياء. هل الطيارة دخلت في دوامة زمنية فوق المحيط الأطلسي؟ طب وإزاي عاشوا الركاب في الوقت ده؟ راحوا فين مثلا؟ يعني هل الطيارة هربت مرة تانية لزمانها الأصلي ولا ضاعت في بعد تاني؟ لو الطيارة دخلت في دوامة زمنية فده معناه إن الزمن كان واقف بالنسبة لهم، لكن الطيار كان بيتعامل مع الأجهزة وده لغز في حد ذاته. والحقيقة في شوية نظريات موجودة عايزين ناخدهم مع بعضينا، بس عايزكم تركزوا معايا كويس أوي. هو المنطق بيقول طيارة قعدت 35 سنة، الوقود بتاعها المفروض خلص، الموتور المفروض صدى، ازاي رجعت سليمة وكملت طيرانها؟ العلماء مش بيقولوا إن الطيارة سافرت في الزمن، هم بيقولوا إنها دخلت في حاجة كده زي فراغ زمني وجواه الزمن بيمشي ببطء فظيع لدرجة إنه تقريبا بقى صفر. يعني الطيارة قعدت بره 35 سنة بس جوه الطيارة الطاقم والوقود والآلات اشتغلوا كام ساعة بس. أما بالنسبة لكابتن الطيارة الرحلة دي كانت رحلة عادية وما وصلتش لميامي، لكن لما خرج لقى العالم كله سابقه ب35 سنة. ده اللي خلى الطيارة تبان سليمة لأنها ما كانتش بتستخدم فعليا غير كام ساعة تشغيل.
والحد هنا وتمام. ولو قلنا إن الطيارة قعدت 35 سنة يبقى اللي جواها المفروض يبقوا هياكل عظمية زي أساطير تانية بتقول كده، بس في قصة الرحلة 914 الطيار كلمهم وكان حي. وفي نظرية تانية بتقول إن المجال المغناطيسي اللي دخلت فيه الطيارة مش بس وقف الزمن، ده كمان دخل الركاب في حالة تجميد عميق، والحالة دي زي ما تكون حطيت كل الأنسجة البيولوجية في وضع الإيقاف المؤقت. يعني الناس دي ما ماتتش لكنها كانت مستنية 35 سنة كاملة وهي متجمدة زمنيا. ولو الطيارة كانت كملت هبوطها كنا هنشوف 57 شخص طالعين من الطيارة بنفس هدومهم بتاعت سنة 1955، لكن عقلهم هيلاقي وقتها إن هي 1990، وده رعب من نوع تاني خالص وقتها. والحد هنا برضه تمام. طب ليه الكابتن نزل بالطيارة في أمان وبعدين فجأة وبدون تفكير طار وهرب تاني؟ والله ممكن يكون الكابتن فهم إن وجوده في سنة 1990 ممكن يعمل كارثة في نسيج الزمن. لما شاف الطيارات الحديثة العملاقة اللي ما كانتش موجودة في 1955 فهم إنه بقى زي فيروس في زمن مش بتاعه، عشان كده طلع تاني وهرب. وممكن يكون هروبه ده بعد ما سمع التاريخ 1990، وأعتقد ده كان كفيل جدا إنه يدخله في حالة انهيار عصبي. الطيار فقد الاتصال بالواقع وزعيقه في الراديو دليل على ده، وهروبه ما كانش قرار على قد ما كان رد فعل هستيري للهرب من الحقيقة اللي اكتشفها. والحقيقة القصة دي أسطورة، وهقول لكم ليه. القصة دي ظهرت لأول مرة في صحيفة أمريكية في سنة 1985، وبعدها ظهرت بنفس تفاصيلها مع تغيير التواريخ والأسماء. الصحيفة دي معروف عنها إنها مصدر للخيال العلمي المبالغ فيه، والعلماء أثبتوا إن شركة بان إم مفيش طيارة عندها بالرقم 914 في التاريخ ده، وإن القصة كلها متلفقة بالكامل. لكن ليه العالم مصمم على تصديقها؟ لأنها بتجسد رغبتنا العميقة قوي في إننا نعدي حاجز الزمن. قصة الرحلة 914 عايزة تقول لنا إن مهما كانت الحياة عادية ممكن ثانية واحدة تفصلك عن العالم ل 35 سنة كاملة. ولو القصة دي فعلا حقيقية، إيه هو الشيء اللي شافه الطيار من شباك كابينة القيادة في 1990 خلاه يفضل الهرب على الرجوع للأرض؟ وهل الكيسة اللي رماها دي هي الدليل الوحيد على إن الزمن ممكن يكون بيكذب؟ مستني رأيكم.